الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، أرجو أن تكونوا في أحسن حال وأتم صحة بإذن الله. الفيديو ده مهم جدا 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 لأي حد بيفكر يروح يصيف، علشان يبقى فاهم هو رايح فين. أنا كنت زهقان عادي يعني، وفكرت إني أنا أروح أصيف. اتفرجت على بوكينج وعلى آراء الناس في مجموعة هاواي. لقيت إني أكتر واحد مناسبني مثلا وفي كومنتات حلوة هو هاواي بارادايس. رحت راحة فعلا هاواي بارادايس. دفعت في الليلة 1750 جنيه. 3 ليالي دفعنا 5000 وشوية. كنت أنا وبنتي. قالوا إن الفندق هناك فيه 25 حمام سباحة ومش عارفة بتاع بحر معرفش عامل ازاي وألعاب مائية وحاجات كده، وفطار وغدا وعشاء وسناكس ومشروبات وكل حاجة. المهم خدنا عربية مخصوص من القاهرة للغردقة، دفعنا فيها 2000 جنيه. قلنا ما علينا، مش مشكلة، لأن احنا قررنا فجأة وما لحقناش نحجز. رحنا بقى هناك وصلنا بدري قوي فعلا، يعني الساعة 6-7. الراجل بتاع الريسبشن كان ذوق جدا جدا، وده كان أول موقف إيجابي جميل معانا إن هو يحجز لنا. أما عارف إن احنا عايزين نحجز 3 ليالي، قال لنا طب ما تفكروا خليها ليلة، طب خليها ليلتين، أصل الناس بتتكلم على الأكل، أصل مش عارف إيه. فبصراحة أنا قلقت، قلت له مش مهم الأكل، في حاجات تانية هتعوض، يعني إحنا سمعنا عن الفندق بتاعكم كلام حلو كتير. المهم يعني هو يقدم رجلي ويأخر رجلي، لأني دفعت عن طريق الفيزا وأنا مصرة، ويا ريتني ما أصريت. اولا صح، احنا سكننا بدري جدا يعني الحمد لله وكله، وبدأوا يحطوا لنا الاساور بعد الساعة 10 على اساس ان الناس تكون خلصت فطار، فمحدش فينا يزوغ كده ويدخل الفطار. كانت اول اكلة بالنسبة لنا كانت سناكس كده على حمام السباحة، عبارة عن تورتة طويلة كده وكبيرة، طبعا معمولة يدوي، طبعا يعني مش حلوة، بس اهو انه ايه، مش مهم، في حاجة ايه يعني، دي ممكن تكون خيشت، في حاجات تانية هتبقى احلى. الغرفة كانت جميلة جدا. الولد طلبنا منه ان هو يدخل ينظف لنا الغرفة، قال انا نظفتها. طب يا عم شكرا يا عم الامور، ما فيش مشكلة. المهم طبعا اول مفاجأة غير سارة بالنسبة لنا ان احنا ما لقيناش شامبو ولا لقينا صابون او هندوش او كلام من ده. انا مش عارفة ازاي يعني حاطين هندوش اللي هو زي اللي بيتحط في التواليتات والحاجات دي في النوادي، طبعا دي ما تنفعش انك تستحمي بيها يعني. ماشي طيب اوكي. المهم بعد كده آه الغدا كان صعب، العشاء كان صعب، الدنيا كانت صعبة شوية والتانية وبتاع. كان في انيميشن اوكي على قده بس كويس. طول اليوم هبد ونبد وبتاع، بالليل كان في رقصتين كل يوم، ماشي، ما في حلو زي العسل وكل حاجة. الغدا كتير بس برضو الناس بتاكل فما بيكفيش. العشاء كتير بس المستوى الكواليتي صعب جدا جدا. انا هقول لكم بالمختصر المفيد. بالنسبة للاكل ما عجبنيش، بالنسبة للبحر مفيش، بالنسبة لحمامات السباحة كويسة وتنزلي فيها عادي. أحلى حاجة عجبتنا وبنحنينه وبعمل له شابوه هو الحاج محمد أبو النصر، رئيس مجلس الإدارة. إنسان لذيذ وذوق وبيحب الناس وعايز الناس تبقى مبسوطة. جالنا ووزع علينا شيلين كده، وكان في ناس بتاخد ترى صغيرة وحاجات زي دي. فأنا بقول له أنت جميل جدا وأنت أجمل حاجة في الفندق، بس يا ريت يا حاج لو حضرتك سمعتني خليهم يحسنوا شوية الأكل عشان أقدر أجيلكوا تاني وأقدر أشوف حضرتك وجها لوجه تاني. ولو سمحتوا يا جماعة
ما تتفرجوش على الفيديو وتمشوا، اعملوا لي لايك واشتركوا معايا في القناة. ويا رب صوتي يوصل لمجموعة فنادق هاواي وبالذات هاواي بارادايس، ويحاولوا ان هم يطوروا من نفسهم، علشان حرام يبقى عندهم رئيس مجلس إدارة لذيذ كده وذوق وجميل جميل جميل بمعنى الكلمة، وهم ما يقدروش الكلام ده كله. الشيفات الحلوانية الكلام ده كله، طوروا من نفسكم شوية يا جماعة وحسنوا أكل عيشكم. سلام عليكم.